عسلامتكم، مرحبا بكم. رجعت اليوم بوصفة جديدة، وإن شاء الله يا ربي يكون رمضان خفيف عليكم، وإن شاء الله يا ربي يجيب بالخير والأمن على الأمة الإسلامية الكل. اليوم جيتكم بوصفة خفيفة وبنينة برشا، ما ثميش طاولة تونسية ما فيهش صحين السلطة المشوية. وبطبيعة الحال السلطة المشوية ما تفهم بنتها وتقدرها هي كبلا وحدها إلا ما تعمل معاها خبيزات هكا طابونة يعملوا 66 كيف. اليوم باش نعملها بالخبيزات، باش نعملهم بفرينة القمح الكامل. فكما تشوفوا لهنا أنا حطيت الخميرة متاعي ترتاح شوية مع بغيرفة متاع سكر، وخذيت صحيفة متاع سميد وصحيفة متاع فرينة القمح الكامل. ولهنا خذيت الشوفان كعب، يعني ما رحيتوش كيما المرة اللي فاتت. اتو نخلي لكم كيما شفتوا الفيديو السابق اللي عملت فيه الخبز متاع شوفان، تو خليه لكم في صندوق الوصف. لهنا باش نفوح الخبيزات متاعي باللي عندكم القلوب اللي عندي انا توا كيما تشوفوا فيهم. عندي الحبة السوداء، عندي البسباس، حطيت كل شيء حسيله. بطبيعة الحال أنا نحب خبز هكا يبدأ مبسس. حطيت ما يعادل 3 مغارف متاع زيت. سألتني واحدة على الخبز علاش يجيها يابس. يعني الخبز ما فيهش الحقيقة علم، يعني والله معناها سهل، ماهوش صعيب، غير بركة واحد لازم هكا يعرف ليزيتاب كيفاش يعملهم. الخبز لازم يكون طري، يعني كمية الماء اللي باش تحطها انت في السميد متاعك والا الفرينة لازم تكون كونتيتي محترمة. كيما تشوفوا فيها هكانا بالعاني، خليت تشوفوا كيفاش تتلصق في يدي. انا نخليها العجينه طريه مليح مليح. وقت اللي تحطوها زيادة في الفور، ديما حطوا عليها الماء. تشوفوني كيفاش باش نحط الماء انا في الخبيزات نتاعي. رشوا الماء اول ما تحطوها في الكوشه، وفي نص الطياب زيادة اعملوا رشه متاع ماء، وبقدره الاله يجيكم الخبز طري. وحاجه اخرى، كي تخرجوه من الكوشه غطيوه هكيكا، تضمنوا اللي خبيب زيتكم يجيو مريقلين وطريين. كما تشوفوا لهنا انا شويت السلطه نتاعي الحقيقه شويتها على الغاز. ثم شكون يشويها على الفحم بطبيعه تجي ابن، وبالحق تجي بنينه ياسر. فانا شويتها لهنا، شويت الفلفل والطماطم، ونسيت ما شويتش الثوم، لكن ما يمنعش تو نوريكم كيفاش حطيت الثوم من بعد. لهنا باش نقشر السلطه نتاعي وباش نخليها تستقطر. وسامحوني لهنا ما وريتكمش الكرويه، انا عندي كرويه كعب نرحيها بالوقت. السلطه المشويه ديما نرحي بالوقت. فالكرويه يقولوا لها كارفي بالفرنسي، والا كراويف بالانجليز. هذا فوالا، هذا هو تويكا الفلفل باش نهرسو مع شويه كرويه اللي رحيناها. فرحيت لها شويه كرويه كما شفتوا الماء اللي هبط من الفلفل ومن الطماطم. باش نبدا لهنا نهرس الفلفل متاعي، باش نحط عليه شويه من الكرويه باش هكا يشد روحه في المهريس، ونرحي السلطه متاعي. فوالا، هذا هو الخليط متاعنا كيفاش جاي. نكمل نرحي الكونتيتي الكل ونوريه لكم، وباش نزيد نخليه في نفس معناه في الصفايه، معناه باش نضمن اللي ما ثماش فيها ماء. تويكا انا سلطه المشويه مانيش باش نفوحها الكل، باش نخلي كونتيتي باش نفوح كان اللي باش ناكلوه. فكما شفتوا باش نحط كونتيتي صغيره، باش نضيف شويه من الكرويه، باش نضيف تويكا الثوم. عندي ثوم بودر لهنا، بويسك انا نسيت، لكن يحبذ انكم تشويوه، لكن الحقيقه جاتني بنينه ياسر. سليطه حطيت لهنا الملح، زيت زيتونه، وهذم هما لفحات متاع السليطه. بالحق ريحتها ما نحكي لكمش، بنينه ياسر. وما عليكم كانت تجربوا سليطه التونسيه هذيا، من ابن سلايط اللي عنا.
باش نزينها انا توا بالعظم بالطريقة هذه. وباش نضيف زيادة كعبات زيتون انتم تعملوا الزينة متاعكم كيما تحبوا كبار، تحبوا فلفل برلعبيد، على كيفكم. لهنا كيما تشوفوا حطيت التن، وهذه هي سلايتتنا بالحق تعمل 66 كيف. ما عليكم كان تجربوا الحقيقة. لهنا باش نرجع للخبيزات متاعي وباش نبدا نشكلهم تويكا ونحطهم في الطبق. كما تشوفوا لهنا باش نبل جوست يدي بشويه زيت وباش نشكل الخبيزات متاعي كما تشوفوا قاعده الطريه. باش نبداو تويكا نشكلوا الخبيزات متاعنا كما شفتوا لهنا. انا باش نحط في الطبق ونشكلهم. اذا تحبوهم جويدين حلوها بالكدا العجينه متاعكم، اذا تحبوهم هكا خشين شويه للصوص والا السلايطه كيما اللي عندي انا خليتهم هكا خشين شويه. والحقيقه انا عملت زوز جويدين وزوز خشين، فانتم على كيفكم. انا حليتهم بالطريقه هذه في الطبق وزدت عليهم القلوب اللي عندي. انا لهنا خليط قلوب متاع قرع وقلوب متاع عباد الشمس حسلوا. انا خليط هذاك خليته مشلي معناها حاضر مع بعضهم معناها مخلطين. كما تشوفوا لهنا انا باش نرش الماء، ما تخافوش من الماء راهو كله يتبخر في الكوشه ما يقعدش، لكنك البخار اللي يخرج في الكوشه هو اللي يخلي الخبيزات يكونوا طريين. باش نخليهم انا كمان يرتاحوا شويه، نقبتهم نخليهم يرتاحوا شويه مده 10 دقائق ومن بعد نحطهم في الكوشه على 220 درجه مده 30 الى 40 دقيقه. وهذه غرستنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم يا ربي، وان شاء الله تشتركوا بالقناه وتشجعوني كالعاده، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات جديده وفي الامان.